للمزيد ينضم الينا الاستاذ عبد الله ناكر رئيس حزب القمه الليبي متحدثا الينا من الزنتان. استاذ عبد الله مرحبا بك. الى اي مدى كانت هذه الخطوه استراتيجيه وحيويه لتغيير المعطيات والواقع على الارض؟ مساء الخير وكل سنه والجميع طيبين والامه العربيه الاسلاميه. بالنسبه لخطوه الجيش الليبي كانت خطوه للتصحيح، يعني يفترض من البدايه ركز الجيش الليبي على المواني، لأن هذا قوت الليبيين وهذا مصدر رزق الليبيين. والآن يتم مطالبة من المجتمع الدولي انسحاب الجيش الليبي بغض النظر على المسميات وعلى خليفة حفتر. احنا هذا جيش ليبيا وليس جيش أشخاص، وهذا الجيش اللي معترف به البرلمان، يعني الشرعية الليبية. ولكن هذا يدل أن ليبيا مستعمرة باستعمار غير معلن، وهذا لازم يعرف الليبيين هذه الحقيقة، أن ليبيا مستعمرة باستعمار غير معلن اللي أدى لتدخل الدولي في كل شيء، في مسألة سياسية، في الشأن العسكري، في الشأن المدني. ما اتجهش المجتمع الدولي لوضع الدستور، ما اتجهش المجتمع الدولي لوضع الانتخابات المبكرة. استاذ عبد الله، انا بعد اذن حضرتك انا سالتك منذ البدايه عن مدى استراتيجيه هذه الخطوه واهميتها، مساله استعاده الحقول النفطيه او السيطره عليها من خلال الجيش الوطني بقياده السيد خليفه بالقاسم حفتر. الى اي مدى كانت استراتيجيه ومهمه في هذا التوقيت؟ والله أهميتها الجيش الليبي عندما يستعيد النفط الليبي هذا حيعود للليبيين، يعني لأن النفط الليبي مغلق ل5 سنوات. المدعو جدران غالق النفط يستقبل كوبلر والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تزور فيه وتشجع فيه على قفل النفط. يعني الشعب الليبي الآن يتسول للأسف في الشوارع، عدم وجود سيولة، وضع الليبي مزري. ولكن الآن يعني ما فيش بديل إلا للجيش الليبي إلا يأمن حقوق الليبيين ويأمن نفطهم وغازهم حتى يرجع الفوائد النفط وعائداتها للشعب الليبي، طبعا عن طريق المؤسسات الشرعية وليس عن طريق الأشخاص أو عن طريق استلام عن طريق الأسماء. فاحنا البرلمان هو يمثل شرعيتنا ويمثل شرعية الشعب الليبي، وهذا الجيش الوحيد. استاذ عبد الله، الجيش الليبي وقوات البنيان المرصوص التابعه لحكومه الوفاق الوطني قالوا على حد سواء ان الاولويه بالنسبه لهما ان يقاتلا تنظيم ما يعرف تنظيم الدوله داعش في سرت وفي غيرها من البقاع الليبيه التي بدا التنظيم ينتشر فيها. لماذا تغيرت اذا هذه الاولويات؟ يسيطر الجيش على الموانئ النفطيه، ويقول السيد فايز سراج انه يطالب مقاتليه بالاستمرار في القتال عند الموانئ النفطيه وطرد من سيطروا عليها. أنا قلت لك في البداية أن ليبيا مستعمرة استعمار غير معلن، وأنا كنت واضح في كلمتي ووقت كلمتي. احنا فعلا ليبيا مستعمرة استعمار غير معلن، لأن المجتمع الدولي يحرك في أدوات داخل ليبيا. احنا حتى قرار الجيش الليبي بدون انهاء بنغازي يسيطر على الموانئ، حتى هذا سؤال. والمعسكرات اللي الآن موجودة تدرب في سرت حتى تقتحم الموانئ، حتى هذا سؤال. احنا نعلم المجتمع الدولي يدعم في عدة أطراف، يحرك في عدة أطراف ممكن للسيطرة على الهلال النفطي. والمسألة ليبيا كلها اللي موجود حرب نفط وغاز، يعني كلها تبحث عن مصالحها، تبحث عن الكيكة الليبية اللي موجودة في الهلال النفطي والكل يتسابق عليها. وحتى الجيش الليبي السؤال لم ينجز مهامه في بنغازي واتجه لزويتينا. احنا نخشى من ان المجتمع الدولي او الاستعمار الدولي اللي غير معلن انه هو اللي حرك في كل هذه الاطراف، واحنا خايفين للاسف. ما عندنا مخاوف ان حتى جيشنا واللي نعتبره جيشنا واللي مع الشرعيه ان تحرك فيه نفس الاطراف. فهذا الشيء لازم يكون واضح للليبيين. احنا حتى الجيش الليبي يجب يكون واضح بياناته، يجب يكون واضح تحركاته. بالنسبه للبرلمان يجب ان يكون في شفافيه ويوضح للشعب كيف مساله من بيسيطر على النفط. هالمؤسسه فعلا مؤسسه النفط هي اللي بتسيطر. احنا ليبيا الان فيها عده حكومات، فيها الان عده تقسيمات. السراج نعرفه من وراء السراج، كل شخصيه موجوده على الساحه.